صباح الزفت على لعيبة الأهلي. المباراة التانية على التوالي بيعكننوا علينا قدام البنك الأهلي وبنتعادل امبارح 0-0. يا أخي لعيبة الدكة عندنا تجيب لك المرض، يعني مفيش إلا اللعيب اللي محافظ على مستواه رغم إن هو قاعد على دكة وما بينزل يلعب وحش في الجون. مصطفى شوبير امبارح البنك الأهلي كان ممرمط بكرامتنا الأرض أول 10 دقايق، يعني يجيب له جونين مرتاحين وإحنا بقى نقعد بقى ساعتها اجري يا سيدي، العب يا سيدي، طب نتعادل. فربنا كرمنا ومصطفى شوبير كان يعني منقذ في الجون. طب انت جالك فرصه ولا جالك فرصتين في المباراه، خدهم بقى واخطف وانسى المباراه ديت ونرجع نقول يعني لها ظروفها. ده ما حصلش. الكوره جات لي حسين الشحات في الشوط الاولاني وانفراد برضه كالعاده وحسام بيضيع. طب جات لنا الشوط الثاني في كهربا مصمم يحطها في بطن الجون. فانت عايز ايه بقى اكتر من كده؟ انت وحش وعندك دكه بدله تجيب لك المرض، وعندك المدرب مش مجهز دكه البدله على يعني مش مجهزهم، وعندك دكه البدله ما فيش واحد فيهم مستواه ثابت، وما عندكش واحد فيهم تقول عليه القيمه. ده بالعكس بيرسي ده امبارح نازل يعني بص في خلقته كده، يعني بقى زعلان كاره الدنيا ان هو نازل اساسا. فطيب هتعمل انت ايه؟ فادائك هيبقى بالشكل والمنظر اللي انت شفته امبارح. وطول المباراه اجري يا سيدي، بص يا سيدي زي الناس، واستغفر الله العلي العظيم، الواحد كل شويه ينفخ. فيعني هتعمل ايه؟ المباراه كانت امبارح سيئه جدا. المباراه الثانيه على التوالي بتفقد نقطتين وبضيع منك 4 نقاط، وبرضه هيضيع منك الصداره اهوت للجوله الثالثه. فمش ادائك ومش طبعك ومش حلاوتك. فلعيبه الاهلي ان يعني ان ما كانتش تتعبك ما يبقاش هم لعيبه الاهلي. ده بدايه الموسم اهوت ولسه بسم الله الرحمن الرحيم، لازم برضه يحصل لك حته كده من لعيبه الاهلي. امبارح بقى الخط الخلفي بتاعنا بان، خط الخلف البطء بتاعك بان. الكرة مش عارفه تطلع من عندك من الخط الخلفي، ولعيبه البنك الاهلي بتضغط علينا بياخدوا الكوره، وانفرادات راح على شوبير، وربنا كرمنا في كذا كوره. برضه لعيبه الاهلي امبارح يعني ما فيش واحد فيهم يعني يمسك واحد فيهم كده يخبطهم كفين يفوقهم، لا مفيش. فاحنا امبارح عدت قدر ولطف ان احنا طلعنا متعادلين. بغض النظر بقى عن التحكيم والكره بتاعت ياسر ابراهيم اللي كان بتشد فيها وبيلعب الكره بالراس، بس هي ليه ما تخشش يا ياسر من الاول؟ مستني الحكم مش هيحسب هي لو علينا الحكم يحسبها ليه علينا، دي معروفه. الكره بتاعت بقى رامي ربيعه، الكره في ايده والكره بتتعمل لها محضر في الاسم وكل حاجه، لكن يعني في ناس قالت لك امبارح ان الكوره خلاص بقت في حيازه البنك الاهلي ولعبوا الكوره والدنيا مشت، فخلاص اصبحت هدف شرعي يعني. لكن ما علينا، احنا بصراحه ما نستاهلش امبارح ان احنا نفوز، وضاع مننا نقطتين اونطه. فاحنا اللي انا اعرفه ان احنا عندنا مباراه مع اورلاندو بايرتس، لازم ترجع شخصيتك فيها، لازم تثبت كمان يعني ادائك الكويس. اللهم ان بقى دلوقتي نكمل لحد شهر 12 ما يخلص ونبدا نشوف لنا بقى مهاجم زي الناس. مع وسام ابو علي لما وسام غاب ما عندناش خطوره، والفرق اتجرأت علينا وبقت تهاجم. وعايز لك كمان جناح. انت النهارده بتلعب بطاهر محمد طاهر اللي ربنا كرمه وفي كامل فورمته وعامل لك اداء وشكل في الخط الخلفي الخط الهجومي، ومع حسين ياسر. ولما نزل رضا سليم امبارح يجي منه بس قاعد على الدكه صدى. فانت النهارده ما عندكش حد غيرهم، بتلعب بيرسي تاو كاره الدنيا وخلاص، فانت عايز تمشيه وهو مش عايز يمشي، وبتطفش فيه ومش عايز يطفش. فانت لازم تشوف حلول، لازم تجيب بديل في اهو صفقتين اهوت، خط امامي وعندك جناح والخط الخلفي. احنا لحد النهارده اشرف داري ما استفدناش بيه، ووصلنا اهوت لفتره الانتقالات الشتويه ولسه ما لعبش معانا، اللهم ان 10 دقايق واتصاب بعدهم. فخطنا الخلفي في مشكله، وخطنا الخلفي الواد امبارح المهاجم بياخد الكوره وبيلف وبيشوط وما فيش حد بيقول له انت رايح فين يا ابني. فامورنا صعبه في الخط الخلفي، امورنا صعبه جدا جدا جدا. محتاجين حد في الخط الخلفي قوي، محتاجين حد يعني يهرس في المهاجمين، مش المهاجمين يهرسوا في الدفاع بتاعنا بكل سهوله يعدي. وعندنا تقل بقى فيه، يعني اجرك الله، الواحد بيبقى عايز ينزل يجري مع المهاجم مكان المدافع بتاعنا. فيعني الله يعين. نتمنى ان شاء الله المباراه الجايه نفوق كده قبل ما نروح نصف النهائي انتر كونتيننتال. يعني هيبقى وضعنا وحش جدا بالشكل والاداء ده والبطء في التحضير ده. احنا امبارح مش عارفين نطلع الكره الشوط الاول ونعمل هجمه على البنك الاهلي، لما نيجي نعمل مرتده بالكره بتضيع بكل سهوله، والباص سيء جدا. ف جالنا فرص كانت تحسم المباراه امبارح زي ما قلنا، لكن ما شدتش الحافك وغطيت رجليك، وكانت امورك صعبه. ما لعيبه الاهلي بتضيع الفرصه السهله اللي كنت تخطف بيها نقاط المباراه، وزي ما بنقول انت وحش فتعدي امورك، ما حصلش. فنرجع ونقول دكتنا سيئه جدا.
الخط الامامي بعد غياب وسام ابو علي عندنا فقر شديد جدا، فنتمنى ان احنا نصحح المسار ان شاء الله في يناير، ومن دلوقتي حاليا تبدا تجهز الاصابات اللي عندك وتشتغل على الدكه اللي عندك لعيبه ما استفدتش منها، زي مثلا عمرو الساعي. عمرو الساعي انت جايبه ما فيش لسه لحد النهارده ما استفدتش منه. ف ربنا يعيننا على لعيبه الاهلي، هيبقى موسم صعب وبدايات صعبه، ونرجع بقى نهايه الموسم استرها معانا يا رب، كرمنا يا رب، ووفقنا يا رب باذن الله.